اليوم اللي غادي تسمعوا في هذه القصة غادي يخليكم مصدومين. خليكم معايا حتى الأخير. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي خواتاتي، كما قلت لكم القصة ديال اليوم غادي تخليكم تقولوا اش هاد الشي واش واقع. نبدا القصة. انا بشرى، عشت وكبرت في أسرة ميسورة، يعني لاباس عليهم ما خاصهم حتى خير. كان عندي خويا واحد، خويا التوأم ديالي، والوالده ديالنا ما بقاتش ولدات، ماشي حيت ما عقرات ولا الله ما بقاش عطاها الولاد، لا، حيت هي اللي ما بقاش بغات تولد، لانها ملي كانت حامله بينا حنا تمحنات وتعذبات وتكرفسات، دازت الحماله ديالها صعيبه واكتفت بينا وقالت الحمد لله هذا على هاد الوليد وهاد البنيه. المهم كبرت انا وخويا في احسن الظروف، فشين مهلين فينا ما مخلينا نقصنا حتى شي حاجه. وانا من نهار حلت عينيا وانا كنشوف خويا هو صديقي، هو سندي في الدنيا، هو كل حاجه في حياتي، يعني اغلى حاجه في حياتي بعد ماما وبابا هو خويا. وحتى انا بالنسبه لي يعني كنلعب معاه، كنتعاود انا وياه، يعني اي حاجه كنديرها في حياتي الا وخويا كيشاركني فيها وكيعرفها عليا، وانا كذلك ومثال. حتى ملي كنكونوا نتفرجوا في التلفازه كنحطوا المخده حدا روس بعضياتنا، يعني راسي على راسو، وكناكلوا مطبسي واحد، وتنمشيو المدرسه بجوج وترجعوا من المدرسه بجوج. يعني خويا بحال خيالي وانا بحال خيالو، كبرنا بحال هكا، كتفرقنا حتى شي حاجه، وكنت كنظن ان ما غتفرقنا حتى حاجه الا الموت. المهم خليكم معايا، راه هناك مفاجآت، واللي جاي غادي يخليكم تقولوا اش واقع. المهم قلت لكم كبرت انا وخويا على هذا الاساس، هو اغلى حاجه في حياتي وانا اغلى حاجه في حياته. كتدوز الايام وكتمر السنوات وكبرنا، كملنا قرايتنا وتخرجنا. خدم هو في بلاصه وانا خدمت في بلاصه في نفس المدينه، غير كنا مفارقين، ولكن رغم اننا كنا مفارقين في الخدمه ولكن في دارنا ما كنتفارقوش. وحتى ملي كنخرجوا من الخدمه كنتواصل انا وياه، كنتلاقاو في الطريق، تنجيو تنخرجوا نتعشاو بجوج، تنخرجوا نتساراو بجوج، تنتقداو بجوج. يعني خويا بحال ضلي وانا بحال ضلو، ما كاينش حاجه اللي كتفرقنا، وبقينا على هذا الحال. وكلشي كيضرب بينا المثال في الاخوه الحقيقيه. وخويا لا ضرو راسو حتى انا كيضرني راسي، خويا لا تقلق حتى انا كنتقلق، خويا لا حس بشي حاجه نحس بها حتى انا، لاننا توأم، وتوأم حقيقي، حتى في الشبه كنتشابهوا. وراه كانوا عارفين التوأم راه كيكونوا كيحسوا ببعضياتهم، وهو كذلك نفس الاحساس. المهم كبرنا بحال هكا. خويا شاءت الاقدار وتلاقى مع واحد البنت وتعرف عليها وتبنات بيناتهم واحد القصه ديال الحب، وبدا كيفكر انه يتزوج بها. وبما ان كما قلت لكم انا وخويا كلامنا بيناتنا وسرايرنا كنعرفوهم، خويا كان تيعاود ليا كلشي، يعني كنت عارفه عليه الكبيره والصغيره كيف ما هو كيعرف عليا الكبيره والصغيره. تعرفت على ديك الصديقه اللي كيعرف خويا، وعرفت ان خويا غادي يتزوج بها. المهم حتى هذيك الصديقه عرفت قيمتي عند خويا، ولكن ما عرفش الى اي حد ولا اي درجه. المهم خويا يقرر يخطب هذيك البنت. خطبناها ودوزت الخطوبه وولات كتجي عندنا
مرة وبداو كيحضروا العرس. واحد النهار طلبت منها انا نتلاقى بيها ونهضروا الراس في الراس، بنت البنت. هضرنا بزاف د الحوايج ناقشنا بزاف د الحوايج، وقلت ليها انا ما بغيت نطلب منك حتى شي حاجه، انا حاجه وحده اللي بغيتها منك هي ما تخسريش علاقتي بخويا. راه خويا هو كل حياتي، وبقيت كنعاود ليها على خويا وعلاقتنا مع بعضياتنا. المهم حتى هي ما قالت حتى شي كلمه العيب، قالت لي بالعكس انا يعجبني الحال انك تكوني فاهمه انت وخوك وتكون بين علاقتكم زوينه، بالعكس ما عمرك تشوفي مني شي حاجه خايبه، انت عندك خوك وراه حتى انا غنكون اختك. قلت لها هادشي اللي بغيت. المهم سمحوا لي الا سمعتوا شي حاجه في الفيديو، لانني ما نقدرش نسجل في شي وقت اخر من غير هذا، وراه الجيران هنا وهذا كيطرطقوا شي حاجه ما عرفتش شنو هي. المهم سمحوا لي التشويش، نكمل لكم القصه. المهم هادشي اللي طرا بيني وبين خطيبه خويا، تفارقنا السمن على عسل. المهم داز العرس، داز كلشي بخير، جات عندنا للدار. خويا سكن معنا واحد الفتره بسيطه، بما جهز وكمل فراش ديال دارو وقادها، ادا مراتو ومشاو. مشى خويا لدارو وانا بقيت مع ماما وبابا، وانا راني عارفه ان خويا تزوج ولات عنده حياته، ما يمكنش ليا نبقى كل مره غدا عنده ولا كل مره كنمشي ندق عليهم، ولكن كنمشي عنده، كنبغي نمشي عنده حيت خويا وعزيز عليا وما عمرنا تفرقنا. المهم الاخ ديالي من نهار تزوج ما بقاش ديك العلاقه اللي كانت، فشحال عاد كيسول فيا وانا ما نخبيش عليكم، بس كنحس بان شي حاجه خاصاني، لان خويا كان معمر عليا حياتي. واحد النهار قررت اني نمشي عندهم للدار، مشيت تقديت معايا شي حاجه هكا ومشيت دقيت الباب، فتحت لي مراتو، سلمت عليها، سلمت عليا سلام ناقص، وراكم عارفين شي واحد يسلم عليكم سلام ناقص. المهم قلت تكون عيانه ولا مريضه ماشي مشكل. قالت لي وكان عليك تصيفطي تعيط لي في التليفون وتعلميني انك جايه. قلت لها ماشي مشكل، هذه دار خويا ماشي شي دار غريبه، وانت مرات خويا بحال بحال، ماشي مشكل. المهم ما قالت والو، دخلت داتني للصالون جلست، هي لقيتها كتقضي في شغالها، مشات كتقضي شغالها، ما قالت لي حتى شي حاجه، خلاتني جالسه مشات تقضي شغالها، ما زادت حتى شي كلمه معايا. كنتسنى دابا تجي عندي، دابا دير شي كويس ديال اتاي، دابا تجي ترحب بيا، دابا والو. بقيت جالسه شويه، هو يصوني التليفون ديالي، هزيتو لقيت خويا اللي كيعيط. الو السلام، لاباس بخير هاني كلشي مزيان هذا؟ قال لي اختي شنو هادشي؟ قلت لي على شنو كيفاش وعلاش مني جايه للدار عندي علاش ما تعلميناش؟ علمي المراه باش تعرفك انك جايه ودير بحسابك. قلت له اخويا راني جايه زعما لدار خويا، علاش غنعلمها؟ عادي ماشي مشكل، فين ما جلستو نجلس معاكم، اللي كليتو ناكلو معاكم، ماشي مشكل. قال لي لا، قال لي هاد الخطره اللي بغيتي تجي بقاي تعلمي، هادي راه ماشي فعيل، وفلانه راه تقلقات وما عجبهاش الحال. قلت لي ياك ماشي مشكل اخويا، سمحوا لي الا برزتكم، سمحوا لي. صافي قطعت التليفون، نخبيش عليكم كنت فتحت الارض، كنت دخلت ليها الدمعه وليت حابسه غير بزز. عرفتي اشنو خويا التوأم ديالي
اللي ما كناش كنتفارقوا، عمري سمعت منه شي كلمه يقول لي هاد الهضره، ما توقعتهاش وما توقعتهاش. حساب لكم جات عندي ولا قالت لي شي حاجه، سمعاتني كنهضر مع خويا، تا سالت على خاطرها جات عندي قالت لي ياك ما تقلقتي بقيتي جالسه بوحدك؟ قلت لها لا. قالت لي وراه انا راه ما دايرش الغدا وكنقضي الشغل، وقلت عييت ناكل شي حاجه هكا، ماشي مشكل. قلت لها صافي ماشي مشكل، حتى انا راه غادي، راني جاني التليفون وغادي نمشي عندي شي شغل نمشي نقضيهم. قالت لي صافي وبسلامه، سلمي على ماماك وباباك. ما نخبيش عليكم، الدنيا كحالت في عينيا وظلمت في عينيا، وندمت علاش جيت، وندمت علاش فكرت ان ندق باب خويا، دار خويا، دار خويا وكان فيها خويا بوحدو، لكن ملي كاينه بنت الناس ما بقيش ليا البلاصه وما كانش عليا نجي. اللي بغيت نقول لكم هو انني انا اللي نادمه عليه بزاف، هو انني قلت لمرات خويا في الاول وبيت لها نقطه ضعفي، وقلت لها ما تخسريش علاقتي بخويا، وهي اول حاجه دارتها من بعد ما تزوجت خويا، هي خسرات علاقتي بخويا. خويا ما بقاش كيسول فيا، خويا ما بقاش كيهضر معايا، خويا ولا كيقمعني ملي كنبغي نهضر معاه، خويا لا الا صونيت عليه ما تيجاوبنيش. علاش حال تقولي ما كنتش مسالي، ياك ما كيحسب لك انا باقي تاع راسي، انا ولات عندي مسؤوليه، انا ولات عندي مرا. خويا هزيتي واحد وحطيتي واحد، خويا انا مرض وما يسولش فيا، خويا بحال عمرني ما كنت اختو. حشومه عليكم عيالات الخوت، انا ما تنعممش، ماشي كلشي، كاينين شي عيالات خوت بحال البلسم، واغلبهم بحال العقرب، بحال السم اللي كيدخل بين الجلده والعظم، تيفرق بين الخوت وتيشتت العشاش. حشومه عليكم، خوك ما عمرو يغيروا شي حد، وعمرو يعمر شي حد بلاصتو، وراجلك راه راجلك، مادام انه فيه الخير في عائلته غادي يكون فيه الخير معاك انتي. علاش زعما تخسري علاقتي بخويا؟ ولكن كاين الله سبحانه وتعالى. ونصيحتي لكم البنات، ما عمركم تقولوا لمرات خوكم ان خوكم عزيز عليكم، خليو المعزه بيناتكم، راه ما كتعرفوش مرات الخو كيفاش تكون، واش بنت الناس ولا كملوا من روسكم. المهم هذه هي قصتي مع مرات خويا، وما خافيه كان اعظم.